اسمعني كويس، انا عارف والله ان انت قاعد مخنوق ومنكد نكد السنين، وعارف انك قاعد مش عارف هتلاقيها منين ولا منين، وعارف انك قاعد مضغوط شوية من الضرب اللي بيحصل هنا، وشوية من الاجواء العامة، وشوية من الفلوس، وشوية من الحياة اصلا اللي بقت تخنق، وشويتين من الزمالك. بس انا والله انا مش بعيب على كل دول، انا بعيب عليك انت. انت اللي انت والله انت، انا بعيب عليك انت يا مشجع يا زملكاوي. انت ليك حق تتخنق من كل اللي انا قلت لك عليهم دول، طبيعي، ان احساس بديهي. بس عارف الحاجه الوحيده اللي مالكش حق انك تتخنق منها؟ هي الزمالك دلوقتي. ليه بقى؟ انت شاب حلو، والله حلو، وعندك ايدين ورجلين ومخ وعقل وصحه وبتشتغل ومعاك فلوس، يعني بني ادم فاهم. فان انت اصلا تتعشم في لعيبه زي كده ان هي تفرحك، يبقى انت شاب مش حلو. يعني تتعشم مثلا في لاعب زي دونجا معاه ملايين، وانت يا عين ابوك ما فيش، يبقى انت مش حلو. تتعشم مثلا في لاعب زي عمر جابر، زي محمد عبد الغني، زي حسام عبد المجيد، زي عواد، زي اي حد في نادي الزمالك، اي اسم عايز تقول قول. ان انت تقعد تتعشم اصلا في دول ان هم يفرحوك، يبقى انت اللي غلطان. اهو انت اللي غلطان. مستني ازاي ناس ما بتعرفش تلعب كرة قدم، ما بتعرفش، حط تحتها 100 خط، ما بتعرفش تلعب كرة قدم، وعلى الرغم من ذلك واخدة ملايين، والدنيا عادي والحياة بيس، وانت اللي قاعد منكد. فانت مستني منهم انهم يفرحوك. انت بتحب الزمالك، وانا وانت بنحب الزمالك مليون المية، بس مش دول اللي انا اقعد عشان استناهم يفرحوني، لا خالص. انا قاعد عارف النتيجة، والماتش اللي فات قاعد عارف النتيجة، والماتش اللي جاي قاعد عارف النتيجة. لان انا عارف نتيجة العالم دي. العالم ديت زي ما قالوا كتع كسح كسل، مفيش كرة قدم، مفيش امكانيات. اذا تتخنق عشان القضية، تتخنق عشان العرب والعروبة، تتخنق عشان مصر والاسعار والدنيا، تتخنق علشان الزمالك ناديك فقط، انما عشان الناس دي تفرحك لا، يبقى انت اللي غلطان بقى. انت هنا شاب مش حلو. اسمح لي اقول لك بقى ان انت، انا وانت، يبقى احنا لو عملنا كده يبقى احنا شباب مش حلو. فازعل عشان كل دول، انما دول انت تزعل عليهم، تزعل عليهم بس.